أمانة وإخلاص. أيها الإخوة الكرام، إن التفرق والشقاق والتنازع والاختلاف لمن الجنايات العامة والجرائم الكبرى التي تهدم بنيان الأمم وتضعف قوتها حتى لا تقوى على الثبات أمام أعدائها، وتغلق في وجهها أبواب كل خير، وتنذرها بوخامة العاقبة وسوء المصير. لهذا نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التنازع والاختلاف، وحذرهم من عواقبه السيئة ونتائجه المؤلمة. قال الحق تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كان للسلف الصالح والخلفاء الراشدين من الشرف الرفيع والعز المنيع والقوة التي قهروا بها الجبابرة وأسقطوا عروش الظلم والاستعباد، ونشروا لواء العدل والمساواة بين الناس في كل مكان. والله يعلم ما نالوا ذلك بكثرة عددهم ولا بتوفر عددهم، ولكنهم نالوه بفضل الاتحاد والتعاون والصدق والوفاء والإخلاص. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكافل والتضامن والإيثار وحب الخير، ونوه بذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى رضي الله عنه قال أن الأشعريين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي قارب أن ينفذ ما عندهم من الزاد، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فيقول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم ويحث الصحابة على التعاون والتضامن والتكافل، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له فضل ظهر فليعج به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد أو مال فليعج به على من لا مال له. حتى يقول راوي الحديث: حتى ذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. فهذا صلى الله عليه وسلم منه بيان منه صلى الله عليه وسلم، وهو يحث الأمة على التكافل والتضامن والتعاون. وقد ضرب أروع الأمثلة في ذلك صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة لذلك المكان وذبحوا تلك الشاة، وقام كل واحد منهم بمهمة أو بعمل، وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. فقيل له في ذلك: أنا نكفيك؟ قال: ألست غنيا عن الأجر؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يبين التعاون والتضامن والتكافل بين المسلمين أمر واجب وأمر حث عليه الشرع الحنيف. وفي الأخير أيها المؤمنون، نقول ونحن نعيش هذه الأيام إن في حوادث الأيام لعبر جمة وعظات كثيرة يستفيد منها الرجل الرشيد أكثر مما يستفيده
من خطب الوعاظ ونصائح المرشدين. وها هي الحوادث تمر بنا في كل يوم، فهل لنا أن نعتبر ونتعظ؟ فأمتنا الإسلامية اليوم تعيش أهم فترات التاريخ، نظرا لأن الأعداء يتربصون بها من كل مكان في محاولة للقضاء على الإسلام وإذلال أهله. وها هي الأمة الإسلامية تستهدف مرة أخرى ويعتدى عليها ظلما وعدوانا، وهم هؤلاء الأعداء هو افتراس حضارة الإنسان وطرده من أرضه وابتزاز خيراته وتشريده بالعراء مع أطفاله ونسائه وشيوخه وللنيل من كرامته. فاليوم يهرع أعداؤنا في الأراضي المباركة المقدسة طاهرة وبطريقة وحشية تفوق كل طريقة وبمناظر مفزعة متوالية إلى إراقة دماء الأطفال والنساء والشيوخ بأيد قذرة لم يكفيهم القتل، بل جاوزوا إلى كل ما يهلك الحرث والنسل بل الشجر أو الحجر، كما هو دأبهم وديدنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فهل آن لنا أن نعتبر ونتعظ؟ هل آن لنا أن نفيق من سكرتنا وننتبه من غفلتنا ونعلم أن فلاحنا موقوف على اتحادنا وتعاوننا وصفاء قلوبنا وإخلاص بعضنا لبعض، أم نحن سنظل في التفرق والتخاذل والشقاق والحسد والغل والنفاق؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أيها الجمع الكريم، لقد تقرحت أكباد الصالحين وتفطرت قلوب المخلصين كمدا مما يجري في الأراضي المباركة في فلسطين الحبيبة، التي ذكرت بركتها الحسية والمعنوية في عدة آيات من كتاب ربنا وفي مجموعة أحاديث من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حين نتحدث عن فلسطين وعن الأقصى نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها، اختلطت فيها العبارات بالعبارات عما نتحدث عن قصف متواصل لشعب مظلوم مقهور، أم عن تعذيب وتجويع لأطفال ونساء وشيوخ، أم عن تدمير لمنازل ومستشفيات ومؤسسات. ومع ذلك نعلم يقينا أن قضية الأقصى لن تنسى، لأنها في قلب كل مسلم، مستبشرين بوعد ربنا الذي لا يخلف وعده، حيث قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول سبحانه وتعالى: قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا ويعجل لنا بالنصر والفتح المبين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الأراضي المباركة المقدسة في فلسطين، المدافعين عن أرضهم ودينهم وعن حريتهم وكرامتهم. اللهم ارحم ضعفهم، سدد رميهم، وأمن روعتهم، شد عضدهم، واجعل نصرك المبين حليفهم. نعتذر مرة أخرى لمشايخنا وعلمائنا ولمن حضر مجلسنا هذا، ونشكركم جميعا ونبارك لأهل العرسان، وأثابكم الله سبحانه وتعالى وجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات الخارجة من القلب أن تصل إلى القلب وتستقر فيه فيظهر أثرها على القول والفعل. يقول الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله: إن باع الكفر في الأرض وطغيانه قصير، ووصول الطغيان إلى ادعاء الألوهية فهذا مؤشر مادي حقيقي على أنه وصل نقطة السقوط. وسينبت القرآن في كل موضع، أحب من أحب وكره من كره، لأن الوقت قد حان لكي يتكلم القرآن، والقرآن هو الموحد لنا وهو الموجه وهو الناصر إن شاء الله للقضية الفلسطينية. إذا نبارك مرة ثانية للأسر المشاركة في هذا العرس الجماعي المنظم تحت جمعية أفراح تبلكوزة. جمعية أفراح تبلكوزة على أعضاء، ورئيسها يتوجه لكم جميعا بهذه الرسالة حيث يقول: نحن أعضاء جمعية أفراح تبلكوزة نرحب بكم جميعا كل باسمه ووسمه ومقامه. ضيوفنا الأعزاء، سعداء بقدومكم وتلبيتكم الدعوة، ونحن نأمل أن تجدوا في عرسنا ما يسعدكم وينوركم. هذا العرس الذي أردنا من خلاله أن نعكس ونظهر أبهى صور التضامن والتآزر والأخوة بيننا وتضامنا مع القضية الفلسطينية. كما نشكر كل أعضاء الجمعية وكل القائمين على إنجاح هذا العرس، والشكر موصول لأمهاتنا وأخواتنا اللواتي تكلفن بالطبخ والتحضير، فجزاهن الله خيرا وبارك الله في أعمار الجميع وفي حركاتهم وسكناتهم. وفي الأخير يقول: أجدد شكري لكل من ساندنا من قريب أو من بعيد، مبارك للعرسان ومرحبا بالجميع. إذا نجدد الترحاب مرة ثانية بكم جميعا، وأذكر بالعائلات المشاركة. العائلات المشاركة هي عائلة المرحوم السي عبد السلام بريتي رحمه الله في زواج ابنه عبد الرحمن. نبارك لعائلة سليمان أحمد بن سليمان المعروف بسيد العربي في زواج ابنه عبد الرحمن وزواج ابنه محمد المسمى بعبد الكريم. كما نبارك لعائلة زايدي عبد القادر بن عبد القادر المعروف بالداد حمان في زفاف ابنتهم. ونبارك لعائلة ولاد الطالب الحاج العيد في زفاف ابنتهم. كما نبارك لعائلة سليمان أحمد بن مولود في زفاف ابنتهم. ونبارك لعائلة معزيزي الحاج محمد في زفاف ابنتهم. إذن في انتظار أن يلتحق بنا فضيلة الشيخ سيدي الحاج عبد الكريم الدباغي كلمة مباشرة مع فضيلة الشيخ سيدي الهاشمي تحت عنوان الزواج، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي شرع لعباده الزواج والقران، نحمده على ما يكون وعلى ما كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتبوأ بها أعلى الدرجات في الجنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أمرنا بتأديب وإكرام الأهل والولدان، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان.